مولعه نور، كل حاجه مولعه نور، يعني بجد بجد والله حال ما يعني والله العظيم ما يرضي ربنا. الاسعار غاليه والله زي ما المدام قالت. الاسعار غاليه ما شفناهاش قبل كده. مش في استطاعه اي انسان عادي ولا حتى فوق المستوى البسيط ان هو يعيش العيشه دي خالص. اللحوم والفراخ دي ما بقتش موجوده على طول في اي بيت مصري، مش اي حد، مش طبقات معينه، لا هو في كل الطبقات. مش عارفين نجيب لحمه ولا نخاف، يعني انا اخاف ادفع 70 جنيه ويطلع في الاخر لحمه كبيره. لو هجيب نص هجيب ربع، مش هقدر اجيب النص، مش هقدر اجيب الكيلو. لو عيالي متواجده عندي مش هقدر اجيب لهم حاجه. يعني حاجه جنونيه، مش اسعار عاديه يعني. هي غاليه بس لازم نستحمل. الشعب مطحون وما عندوش فلوس، خلي بالك الشعب المصري شعب فقير. احنا ناس غلابه كلنا على الله. البني ادم يجيب من فين؟ السجن ينام، رئيسنا مش حاسس بينا. يعني المرتب على قد اللي بياخده يعني بيصرفوا. عندنا عيال وعندنا مدارس ودخل علينا مناسبات، يعني مش عارفه هنعمل ايه بالظبط. فين مرتباتنا؟ ولا شفنا زياده ولا شفنا اي حاجه. كل حاجه نار نار نار، الناس ماشيه بتكلم نفسها في الشارع. بقالي بتاع ساعه بلف على كيلو سكر، اروح اجيب التومين يقول لي لا كيلو سكر بس بترسل منير. رحت لقيت واحد معرفه اديني كيلو سكر يقول لك عليه 2 عصير وعليه كيلو زيت وباكو شاي عشان كيلو سكر. طب اجيب الفلوس منين؟ اجيبها له منين دي؟ الاعلام عمال يقول لك المجمعات فيها سكر وب5 جنيه وكل الكلام دوت حبر على ورق. السكر حضرتك ب10 جنيه مش موجود. انا لسه جايه من الجمعيه اهو، اللي بيقولوا كيلو السكر ب5 جنيه متوفر في الجمعيه، لسه جايه عشان اجيب التموين ما الاقيش السكر في الجمعيه. مش عارفه اروح اجيب حاجه، لسه جايه من الجمعيات قالوا لا السكر خلص. 3 طن هينزلوا من يوم الاثنين يخلصوا. برضه تحمل مش مشكله يعني. والمفروض وزاره التموين يشتغلوا يا استاذه ويدوروا يفتش على التجار الكبار اللي بيحتكروا السلع دي. كل حاجه مش موجوده، والرز قبل كده ما كانش موجود. مش عارفين يعني بجد الناس تعمل ايه يعني؟ هم عايزين الناس تعمل ايه بالظبط؟ انت كده هتخليني اضطر ان انا اسرق بقى، ما هو انا لو عندي دخل وتغلي انا ما عنديش مال، لكن انا ما عنديش دخل. دخل كله 700 جنيه، مش عارف اكل عيالي ازاي ولا ماشي نفسي ازاي ولا اكل الاسره اللي حوالين مني ازاي. والله الواحد بيصبح الصبح خايف، مش حكايه ما يلاقيش الحاجه، ما يلاقيش نفسه. هي دي وكده كده احنا مش لاقيين نفسنا صراحه. السلح موجوده بس القرش فين القرش اللي هنجيب بيه؟ كل واحد قاعد على الكرسي بتاعه ومش شايف اللي تحتيه. انا مقتنعه ان في ثوره مجاعه هتحصل والناس هتنزل تعمل ثوره تاني لان الدنيا باظت خالص. نفسنا اللحمه، ممكن اللحمه والفراخ ما نجيبهاش ماشي. طب حضرتك هنستغنى عن الرز، هنستغنى عن الزيت، هنستغنى عن السمنه، عن الحاجات اللي العاديه بتاعتنا. دلوقتي بقى الواحد بيخاف ياخد العلاج. انا عندي ضغط، باخد العلاج النهارده بقول يا ترى بكره هلاقي العلاج بتاعي موجود ولا لا. كلنا بقى صلي على النبي ان شاء الله الصراحه راحه، نشوف لنا تربه كده وندفن نفسنا ولا نشتكي بقى الا ربنا سبحانه وتعالى. يا ربنا صبرنا وربنا معانا وربنا مع السيسي. اي نعم ما قلناش حاجه، بس لازم المعلومه تروح له، لازم يحس بالغلبان شويه بس، يزود لنا المعزه مقام وخلصنا.